السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بنقول بقى بطاطس باللحمة المفرومة يبقى بنفتكر الأيام الحلوة، بنفتكر المناسبات والأعياد والحاجات الحلوة دي اللي دايما ما بيبقاش كده، ما بنستغناش فيها عن الوصفة دي. تعالوا بقى النهاردة نعملها مع بعض بطريقتها الأصلية، وكمان نفتكر بيها أيام جميلة عشناها. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا من غير رغي كتير، بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا. عايزه اقول لكم بقى ان البطاطس دي بجد طعمها خطير بجد، وخصوصا بقى البهاريز اللي تحت دي هقول لكم عملتها ازاي وهتعجبكم جدا. وعايزه اقول لكم ان هي هتتاكل اكتر من البطاطس نفسها. يلا بينا ندخل في الفيديو بتاعنا، ما ننساش طبعا اللايك عشان ما نحسش ان تعبنا راح على الفاضي. يلا نسمي الله. اول حاجه جبت طبعا معلقه كبيره من السمنه ونزلت عليهم ببصلتين متوسطين كده من البصل، ونبتدي ان احنا نقلبهم على النار عشان نعمل العصاج الاول. ابتديت ان انا بقى اقلبهم على النار لحد ما ياخدوا اللون، يتبالوا شويه كده وياخدوا اللون الذهبي شويه. بعد كده هننزل عليهم بقى باللحمه المفرومه بتاعتي. طبعا اللحمه المفرومه دي طبعا بتبقى نسبه وتناسب، يعني انا لو عملت مثلا كيلو من البطاطس هنستخدم معاه اقل من نص كيلو من اللحمه المفرومه. وممكن كمان نوصل لربع كيلو لو انتوا استخدمتوا البطاطس الصغيره، لان البطاطس الصغيره مش بتاخد طبعا حشوه زي البطاطس الكبيره. هنبتدي بقى ان احنا ننزل باللحمه بتاعتي، وابتدي بس ان انا افككها شويه عن بعضها كده. وبعد كده نشوحها بقى مع البصل لحد ما تدبل بقى وتاخد اللون العصاج بالشكل ده. ننزل بقى عليها بالفلفل الاسود، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وطبعا نص معلقه صغيره من البهارات السبعه. وبعد كده ممكن ننزل بجوزة الطيب لو بتحبوها او لو بتستخدموها في الاكل. وبعد كده مش هننسى طبعا الملح. نقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض ونديله تشويحة كده على النار. بعد ما تتعصج اللحمة معايا كويس قوي هننزل عليهم بقى بحباية من الفلفل الأخضر كده، وبعدين نقلبهم بقى مع بعض. أول ما يبدأ يدبل الفلفل بتاعي، أنا مقطعاه قطع صغيرة، يبقى كده بقى جاهز عندي العصاج، واشيله بقى على جنب وبقى جاهز عندي. انا بقى بحب ان انا احط عليها يا اما اجيب طماطمايه كده ابشرها، لان دي بتخلي اللحمه بتاعتك تبقى طريه شويه. او بنجيب معلقه من الصلصه اللي احنا بنعملها في البيت، الصلصه الطماطم لما بنسبكها في البيت بناخد منها معلقه. دي بقى على حسب يعني اي حاجه موجوده عندك استخدميها. وزي ما قلت لكم لو حابين تجيبوا طماطمايه مبشوره بتبقى حلوه قوي. بعد كده طبعا انا غلطت بقى وحطيت السمنه وكانت الحله لسه ما عملتش، فطبعا طرطشت وبهدلت الدنيا. يلا ما علينا. نزلت بقى بمعلقه سمنه كده في حله كده بره، وبعدين هنزل عليها ببصلايه صغيره واربع خمس فصوص من التوم متوسطين. وبعد كده نديهم تقليبه بقى. في ناس بتعملها بالثوم بس انا بحب احط بصل بصراحه. وبعد كده بعد ما شوحتهم بقى كويس واخدوا اللون الذهبي الغامق شويه، هننزل عليهم بالصلصه بتاعتي، بتاعت صلصه اللي انا عاملاها في البيت. وبعدين هننزل عليهم بمعلقه من الفلفل الاسود، وطبعا مش هننسى نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الكزبره، والملح بتاعنا. بس كده، هي دي مكونات الصلصة بتاعتي. بعد كده نديها تقليبة بقى على النار. انا عايزة الصلصة تكون خفيفة شوية، ما تبقاش تقيلة، عشان طبعا لسه هنحطها على البطاطس بتاعتي، فعشان تستوي اكتر وكمان البهاريز اللي تحت دي تستوي. تعالوا بقى لمرحلة البطاطس دي. هنبتدي ان احنا نجيب البطاطس بتاعتي زي ما قلت لكم الصغيرة. كل ما نجيب الصغيرة مش بتاخد معاكم حشوة كتير، مش بخل والله ولا حاجة، بس هي بتبقى طعمها حلو برضه. نبتدي ان احنا نعمل لها قاعدة من تحت كده، وبعد كده بالشكل ده. في طبق بقى خارجي الحاجات، اي حاجه هنقطعها من البطاطس مش هنرميها، كل حاجه هنحتاجها. وبعد كده ناخد بقى من فوق برضو كده، نعمل لها برضو قاعده كده بالشكل ده عشان نعرف نقورها. وبعد كده بالمقوره بقى هبتدي ان انا اقور البطاطس بتاعتي على قد ما نقدر. يعني ما نخليهاش بقى لا تخينه قوي ولا رقيقه قوي، يعني نخليها برضو متوسطه عشان ما نحسش ان احنا بناكل بطاطس بس. نحاول على قد ما نقدر كده نقورها شويه بالشكل ده كده. بصوا ابتديت ان انا بقى اقور البطاطس بتاعتي. وممكن ان احنا لو انتوا جايبين بطاطس كبيره، ممكن ان احنا نقسمها نصين وكل نص هقوره لوحده بالشكل ده. اقور بقى الكميه كلها بنفس الطريقه دي. وهناخد بقى البطاطس بتاعتي دي بعد ما خلصتها، والبهاريز دي هنسيبها دلوقتي هقول لكم هنعمل فيها ايه. وبعد كده ناخد البطاطس هنبتدي ان احنا نقليها في زيت طبعا يكون على النار سخن كده. هنزل بقى بالبطاطس بتاعتي، هبتدي ان انا احمر البطاطس كده واديها لون. يعني مش لازم طبعا ان احنا نسويها قوي، بس المهم التشويحة دي يعني بتبقى خلاص قربت تدخل في التسوية، فمش بتاخد طبعا وقت في التسوية. وتاني حاجة بتدي البطاطس طعم حلو جدا.
فيعني دي برضو مرحلة مهمة قوي. في ناس مش بتحب تشوحها، وبتحب ان هي طبعا تغطي البطاطس بتاعتها وتسيبها تستوي براحتها في الفرن، وبعد كده تبقى تشيل الغطا وتحمر وشها. يعني في كل واحد وطريقته. يعني الناس اللي هي بتحب الحاجة هيلسي شوية. بس كده هبتدي ان انا بقى اخرجها. اول ما بدأت تاخد اللون هخرجها، وبعد كده ناخد بقى، بص البطاطس بقى وجمالها خلاص هي كده قربت تستوي طبعا خلاص. وادي البهاريز بتاعتي واللحمه المتعصجه وطبعا الصلصه، كل حاجه بقت جاهزه عندي. تعالوا بقى نعمل او الحاجه الخطيره بقى اللي كله هيتجنن عليها. هنجيب البهاريز بتاعت البطاطس دي وهنحط عليها معلقتين من اللحمه المفرومه. هو المفروض كمان ان انا كنت حطيت عليهم معلقتين من الصلصه، بس دي غلطة يعني. ما تعملوش زي، ممكن بقى في المرحلة دي هتحطوا معلقة برضو من الطماطم اللي احنا عاملينها دي مسبكينها. برضو هي كده كده لما هنحطها هتنزل، بس مش هتغلف البطاطس كلها. فهيبقى افضل ان احنا نحط كمان معلقتين صلصة معاهم. بعد كده هناخد بقى البطاطس بتاعتي ونبتدي ان احنا نحشيها باللحمة المفرومة المتعصجة دي بالطريقة دي. هناخدها بقى نحشيها، وبعد كده هنحطها بقى، نرص بقى البطاطس. اهم حاجه نضغط بس كويس كده ونرص بقى البطاطس بتاعتي. عايزه اقول لكم الوصفه دي بتبقى في العزومات حلوه قوي، وطبعا يعني ايه خطيره بجد، وكله بيتجنن عليها يعني. ومن الحاجات اللي فعلا ليها ذكريات جميله معانا. بتفكرنا فعلا بالايام زمان بقى، وايام الاعياد بقى، والحاجات دي كنا بنعملها دايما في المناسبات. بعد كده بقى هنرصها. وطبعا العيد جاي بقى، كل سنه وانتم طيبين، فاعتمدوا الوصفه دي للعيد. بعد كده بقى، بعد ما رصيتها، ممكن بقى على فكرة لو انتوا مثلا عندكم عزومة، ممكن تسيبوا الصينية دي زي ما هي كده والصلصة زي ما هي لتاني يوم. هتحطوا عليها بس، تسخنوا الصلصة وتحطوها عليها وتزقوها في الفرن، مش هتاخد معاكم ربع ساعة. يعني لو انتوا عايزين توفروا في الوقت. بعد كده بقى هننزل بقى بالصلصة بتاعتي على البطاطس كده، بس نحاول على قد ما نقدر ننزل بقى الصلصة جوه البطاطس نفسها. ماشي، عشان طبعا ايه يبقى تاخد بقى من طعم الصلصة دي، ندخلها جوه البطاطس نفسها. وطبعا تبقى تحت برضو في الايه، في البهاريز اللي تحت دي. ونديها بس هزة كده شوية، بس زي ما انتوا شايفين بقى الصلصة بتاعتي تكون طبعا ايه، سايلة شوية، متبقاش جامدة. خلاص، ناخدها بقى في الفرن على ان اشغل من تحت ومن فوق، لان طبعا البطاطس زي ما قلت لكم خلاص قربت تستوي. هنشغل من تحت ومن فوق لحد ما تستوي وتاخد اللون الجميل بتاعنا. والبهاريز اللي تحت دي برضو كمان تستوي، اللي هو تطلع بقى بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله، شايفين ريحتها طبعا خطيرة بجد، وطعمها اجمل بكتير. بصوا بقى من تحت، يعني الصلصة نزلت لتحت واخدت برضو من اخدت البطاطس منها، فبرضو هتديها طعم حلو. بس كده وخلصت الوصفة دي. وعايزة اقول لكم حاجة كمان، ان انتوا ممكن في المرحلة دي تحطوا جبنة موتزاريلا على الوش. بس انا فضلت ان انا اعملها كده وصفة شرقية بسيطة زي المعتادين عليها، والحاجات اللي احنا ايام زمان كده، ولا كنا بنحط جبنة موتزاريلا ولا اي حاجة، كنا بنعملها كده كل حاجة بطبيعتها، فكانت بتبقى طعمها احلى طبعا بكتير. بس كده وخلصت بقى الوصفة. شايفين بطاطس مستوية معايا وطعمها زي العسل. جربوها بقى ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وما ننساش بقى نضغط اعجاب كده للفيديو، عشان طبعا ما نحسش ان تعبنا راح على الفاضي. بصوا بقى البهريز اللي تحت دي، شايفين ما شاء الله، دي بقى مع شوية رز بشعرية خطيرة، او مع رز ابيض حتى، يعني مش هتقول لا. مع اي حاجة هتعملوها هتعجبكم جدا وهيبقى طعمها حلو قوي. يلا بقى جربوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.